بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم في ضيافة شيخنا شيخ محمد يحضيه ولي بول التار. شيخنا، شنو تقييمكم لحجم التجاوب الشعبي لزيارة الرئيس مع زيارة الرئيس استقبال الرئيس في مقاطعة ديغني وتنبطة ديغني، خاصة هي المحطة الأخيرة حسب زيارة الرئيس على العموم كانت إيجابية، كانت مهمة، كانت في بلده في وقتها المناسب. رئيس الجمهورية قرر أنه يعد زيارة للمواطنين، يتفقد أحوالهم، يباشر أمورهم، يطلع عليه، وهذا مهم في حد ذاته. بأن زيارته كانت مهمة للغاية لكشف ياسر من اللبس ووضحت ياسر من الأمور ما كان واضح. ومهم أن رئيس الجمهورية يزور المواطنين في بلادهم ويتباشر معاهم، يتقابل معاهم، يسمع خطاباتهم، ذاك الصالح منه ذاك ما هو صالح، ويشوف الضعيف بعينه من قريب، ويشوف العاجز اللي ما كان يقد يوصل ولا كان يقد يبلغ مهمته، ويشجعه اللي يبلغ مهمته. وجود فخامة رئيس الجمهورية قدامه، وأنا في الحقيقة أنا أعتبرها زيارة ناجحة، وكانت زيارة مهمة طرحوا عليه مشاكل الشعب ومشاكل هذه الأمة، وتلقاها بصدر رحب وسمعها كاملة وجاوب معاها وقال إنه لا يسوي مشاكل المواطنين. إن شاء الله سائلين الله التوفيق، سائلين الله التوفيق إن شاء الله، وأن يجعله إن شاء الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، مع ذيك السبعة اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون في ظله يوم لا ظل إلا ظله، اللي منهم سلطان عادل. أرجو له إن شاء الله التوفيق والسداد والصلاح والرشاد. والسلام عليكم.